يا هلا باليوتيوب واشتراكات اليوتيوب وتفاعل اليوتيوب. انا حقيقي بقالي فترة كبيرة ما جاليش شغف كده ان انا اكون متحمس ان انا عايز اصور واهتم والكلام ده كله. آم، حقيقي التفاعل اخر فترة والاشتراكات القناة يعني فاهم. الحمد لله بجد، الحمد لله انا فرحان بالتعليقات بتاعتكم وبآرائكم بالتفاعل وبالمحتوى اللي انا بقدمه. يعني انا حقيقي راضي عن كل حاجه بتحصل، وباذن ربنا الايام اللي جايه يكون في حاجات احسن واحسن واحسن. يمكن انا من دلوقتي قبل الميد تيرم او قبل الامتحانات بفتره كده بسجل الحاجات دي كلها، عشان انا مش عايز اوقف الفتره بتاعه الامتحانات، عايز افضل برضه مستمر زي ما احنا مكملين على الجدول بتاعنا ان انا بنزل فيديوهين في الاسبوع وكل الحاجات دي تمام. آه النهارده انا مش جاي اكلمك عن فان شوين، ده الفيديو القديم انا عارف. بس النهارده انا يمكن اتكلمت على كذا حاجه قبل كده عن الكاميرا رو فلتر واهميه الكاميرا رو فلتر وازاي تستخدمها وان ازاي هي مهمه والكلام ده كله. انا بقى النهارده جاي اوريك الفرق على الطبيعه، اوريك قدام عينك بالظبط الكاميرا فلتر بتعمل ايه في ثلاث اختيارات معانا او ثلاث حاجات: صوره الثمنيل بتاعتي بتاعت بنزلها على اليوتيوب، وديزاين كوره اعمال ايديا يعني انا اللي عامله، وديزاين من الشغل اللي انا بشتغله. ثلاث حاجات اهو. طيب قبل اي حاجه احنا ممكن نشوف بس الحاجات اللي ملهاش لازمه دي كده هنا. طيب انا اولا دلوقتي هخفي لك الكاميرا فلتر. ده الفرق، يعني بص الفرق عامل ازاي. ممكن ما يكونش باين قدامك ان هو واو، بس هو بيدي اللمسه فاهم الجماليه دي. فانا بعمله ازاي؟ انا هنا في اللاير دي عندي كاميرا فلتر اوريدي موجوده، اللي انا خلاص انا مسيفها دي بتاعتي انا. انا بعد ما بخلص زي ما متعودين في الفيديو اللي شرحنا فيه الشورت كاتس، ان انا بدوس اف 6، بعمل ميرج لكل اللايرات في طبقه واحده، اخدها كوبي كده، ارجع كنترول زد تاني واطلع فوق خالص، بحط الطبقه اللي انا خدتها دي، لو الصوره المجمعه دي بحطها فوق خالص عشان احط عليها الكاميرا رو فلتر. هاجي هنا بعد ما الصوره دي اتحطت فوق اعملها سمارت اوبجكت، ومن هنا انا بسحب الفلتر ده اللي هو الكاميرا فلتر بحطه على اللاير بتاعي انا. المفروض انا كده سحبت الكاميرا فلتر او الاعدادات دي حطيتها على اللاير بتاعتي انا الاولانيه. طب انا ممكن اخش اشوف اللاير دي جواها ايه اصلا، عشان اشوف ان الارقام دي جوه بتبقى عامله ازاي، يعني ايه الفرق اصلا. طيب هو الحلو ان هنا هو موريك البيفور والافتر، يعني على اليمين اللي هو بعد الكاميرا فلتر وعلى الشمال من غير الكاميرا فلتر. يعني بص بوريك ازاي بالمنظر بالظبط. بص شوف عامل ازاي، الفروق طفيفه هي مديها اللمسه البسيطه اللي فوق. فانا هنا نلعب شويه في الاكسبوجر والكونتراست والهايلايت والحاجات دي كلها، التكتشر شويه. هنا انا ممكن تغير اللون ذات نفسه، يعني ممكن البص ممكن اللون تغمقه سيكا، ممكن تفتحه على حسب ما انت عايز، اي حاجه ممكن تعملها هنا. هنا اسمها فينتاج، اسمها ايه معرفش، ما علينا. اللي بتغمق الحواف او بتفتحها على حسب ما انت عايز. انا بوريك البيفور والافتر وكل حاجه بالظبط. دي كاميرا فلتر، ده على اول صوره من الثمنيل. ممكن اجرب حاجه تانية، ارجع لديزاين الكوره. انا فتحت الكاميرا فلتر تمام بتاعت الديزاين ده، دوس كده عشان يوريني القبل والبعد. بص الفرق، شايف البهتان اللون عامل ازاي، شايف كواليتي الشخص، يعني بص اصلا عامل ازاي كواليتي الشخص. بتفرق في كل حاجه عارفة. هي انا ما بعملش ديزاين من غيرها، فاهم اللي هو يعني مجرد بس. برضه نفس الحوار، لعب في الالوان ولعب مش عارف إيه. هنا برضه لعب في الالوان شويه عشان تديني النتيجه دي. هنا برضه نفس الموضوع، لو فتحت الكاميرا فلتر دي بص الفرق. الشاربنس بتاعت الصوره واضحه والاضاءات والاخضر باين حلو. لا هي الصراحه هي بتعمل كل حاجه في الديزاين. يعني انا مثلا لو انا بشتغل ديزاين كده معرفش اسلمه، اللي هو انا حاسس ان في حاجه ناقصه، انما كده هي اللي بتديله اللمسه الفنيه اللي هو خلاص هو كده جاهز يتعمل. فده كان شرح منفصل لوحده وفيديو كده بعيد تماما كل البعد عن الشرح عامة، عشان اوريك الكاميرا فلتر بتتعمل ازاي او بتشتغل ازاي وبس. يعني لو عندك اي سؤال، اي سؤال انا جاهز ارد عليك في اي وقت. عندك كل المواقع التواصل معايا سواء الانستجرام والفيس والصفحة وانستجرام الصفحة وكل الحاجات دي هتلاقيها عندك في الديسكربشن تحت. وبس كده، اشوفك الفيديو اللي جاي.